السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يسعد اي حد بيحط لي لايك ويفرح قلبه الكل يتمناه. فيديو جديد النهارده ان شاء الله يعجبكم. الفيديو النهارده مختلف، بحاول ان انا اجدد لكم في الفيديوهات علشان انا كمان ما ملش. بحس ان انا بعمل كل يوم مفيش حاجه جديده، ففكرت كده وقلت اشارككم حاجات ما كنتش بشارككم فيها قبل كده، وان شاء الله تعجبكم وتستفيدوا منها. النهارده كده ابتديت يومي وانا في نيتي والنية لله اعرفكم والله على المنتجات اللي انا بستخدمها تقريبا بقالي شهرين 3، واقول لكم ايه اللي نفع معايا واللي ما نفعش، لاني انا من الناس الملولة جدا جدا ومش بستقر على حاجة لمدة اسبوع اسبوعين. اللي انا استخدم حاجة اسبوع اسبوعين دي تبقى حاجة خيالية كده ولا في الخيال. والمنتجات دي على فكرة بقالي سنين بستخدمها، ابطل واجيب تاني واستمر. الحاجة اللي المفروض تخلص، يعني عايزة اقول لكم في اسبوع اسبوعين شهر، تخلص عندي في 3 4 شهور عشان انا مش منتظمة عليها. فقلت ليه ما انتظمش على حاجة عشان تديني نتيجة مرضية وفي نفس الوقت افيدكم بيها. حاجات طبعا هتلاقوها في الصيدلية او من كارفور او فتح الله، من اي سوبر ماركت. فحبيت ان انا افيدكم بيها بعد خلاصة تجربة شهرين، ايه اللي انا هستمر عليه وايه اللي انا يعني هبطل اللي انا هجيبه. بصوا، اول حاجة دي بودرة التفتيح بتاعت الاسنان، كنت كلمتكم عليها قبل كده، ايفا سموكرز. بصوا انا كنت جايبة عبوة قبل كده، ما عجبتنيش على فكرة. البودرة دي بستخدمها من ايام كنت بشتغل، يعني قبل الجواز، لسه كنت عندي 17 18 سنة. فحلوة جدا جدا. طبعا انا بحب النسكافيه من زمان قوي، يعني عارفين مش حاجة النسكافيه ده جديدة عليا، لا انا كنت دايما وانا في الشغل بحب اشرب نسكافيه، فدايما كان في اثار بقى تسبغات، والبيبسي طبعا. فانا كنت يعني الشغل بتاعي كان في سموحة جنب زهران، فكنت احب جدا اروح على الماركت. طبعا اي واحدة كده بتحب الشوبينج جدا، فسمعت على الايفا سموكرز دي. ايفا سموكرز حلوه جدا جدا، متوفره برضو دلوقتي في فتح الله اي سوبر ماركت، او ممكن تسالي عليها في الصيدليه. حلوه قوي قوي. انا كنت جايبه من فتره بس كنت مش عارفه ايه كنت بجيب بنكهه ايه، فكنتش عارفه بصراحه. فجبت اللي كانت عندي دي من فتره، كنت جايبه اللي هي بالمسواك، فطعمها كان وحش قوي، يعني عارفين اللي هو ما استمرتش عليها. فلما نزلت بقى كارفور جبت بالمناتول، فحلوه قوي زي النعناع كده. على فكره دي بتزيل التصبغات مطرح النسكافيه، القهوه، البيبسي. بصوا بتخلي الاسنان تبدا تفتح قوي. فبرضه ما تستخدموهاش كل يوم، دي مرتين 3 في الاسبوع. حلوه قوي، سعرها تقريبا حاجه و20 جنيه، مش فاكره 28 جنيه، بس بتقعد كتير قوي. دي من الحاجات اللي انا بحبها قوي، يعني عارفين اللي هو انا متمسكه بيها، يعني ما اقدرش استغنى عنها. بصوا ببطلها شويه وبرجع تاني اجيبها. ده هنا بالنسبه بقى للغسول البشره. انا بحب قوي قوي اللي هو غرنيه بالليمون، ده من زمان برضو. بصوا بفرق بين ايدي دي وايدي دي مطرح ما انا استخدمته يعني. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا، بيفتح وبيخلي البشره كده صافيه وبيزيل اي شوائب. بس بوسي بتحب حاجه جديده. طبعا انتوا عارفين البنات اليومين دول بيقعدوا بقى يقروا على النت ويشوفوا احسن المنتجات وكده. جابت حاجه اسمها ستارفل، هو برضو منتج حلو قوي، بس يعني انا كليا لا، يعني هو عايز البنات اللي هم مثلا عارفين اللي هو السن بقى بتاع الوش بيبقى فيه حبوب، بيبقى الوش طبعا دهني وكده. فهو ده احسن قوي الستارفل ده، في ان انت لو عندك بشرتك دهنيه، ان هو بيعالج الدهون وبيخلي البشره كده برضو متفتحه، بس مش زي الغرنيه يعني. لا، بيعالج الحبوب اكتر، بيخلي الحبوب تنشف قوي. فهو حلو جدا في الموضوع ده. بصوا هتلاقوا يعني انا حطيته على ايدي دلوقتي، ما فيهوش يعني ما عملش اثار جديده، بس هي بوسي بتستخدمه علشان الحبوب. طبعا في فرق بين الايد دي اللي انا استخدمت فيها الغسول، والايد اللي انا ما استخدمتش فيها الغسول. فالغسول على فكره مهم جدا جدا، بلاش بقى الصابون والحاجات اللي بتهيج البشره دي. نقطه بسيطه زي ما انتم شايفين كده، انا خدتها بتكفي الوش كله وبيقعد عندك فتره كبيره قوي. هنا من الحاجات برضو اللي انا استخدمتها ايفا بالكولاجين، اللي هو كريم الصباح وكريم المساء، واللي هو 3 دي. انا كنت حريصه قوي ان انا استخدمه، يعني مش كل يوم بس تقريبا، يعني ممكن افوت يوم كده في الاسبوع او يومين. دي اول مره اوصل للنتيجه دي، فحسيت ان هو ما عملش اي حاجه. يعني انا عندي
من الجناب كده في زي خطين طرح ما الواحد بيخس وبيتخن، او علامات ممكن تكون تقدم في السن. بس بشوف ناس اكبر مني مفيش يعني العلامات دي. فكنت برضو سألت الدكتور بتاع الشعر، فقال لي ممكن من الخسية الوش لما بيخس وبيرجع تاني يملى بتظهر العلامات دي فيه. فطبعا قلت له على الكريمات اللي هما بيقولوا عليها دي اللي هي بتملى الفراغات والحاجات دي. قال لي كل الكلام ده فاكس، يعني اي كلام في اي كلام. وفعلا من خلال ان انا استخدمت الكريمات دي، هي زيها زي اي كريم بتجيبيه اللي هو نيفيا، كريم ترطيب حسب ما انت الشركة اللي انت بترتاحي ليها، ايفا، اي حاجة، اللي هو ب20-30 جنيه زي الكريمات اللي هي 150 و200 جنيه. هي مفيش اي فرق، لا بيملى الفراغات اللي هي بتبقى الكسرات دي، ولا بيشدها ولا اي حاجة. فالحاجات دي كده ايه فاكس يعني. بيقولوا ان هما على مرور لما تستخدميها مفيش علامات هتظهر لك، وبيقلل الشيخوخة وبيقلل التجاعيد والكلام ده. الله اعلم يعني، انا ما اعرفش. فشايفه بشرتي يعني ما عادي، ما فيش حاجه جدت عليها جديد. انا بحب احط مرطب فبيديني نفس الكفاءه يعني. وبحب جدا جدا برضو كريم غارديه اللي هو بعد الغسول، يعني كريم غارديه اللي هو بالليمون ده، اللي هو فيه ممكن بيفتح البشره درجه او درجتين. ده حلو قوي لو بتقعدي بيه طول اليوم، او هتشتغلي في المطبخ الصهد بقى بتاع الحر وبتاع البوتاجاز والكلام ده كله. بس بقى حبيت ان انا يعني افيدكم بالحاجات اللي انا جبتها وطلعت كويسه، قلت اقول لكم عليها. والحاجات برضو اللي ما فرقتش معايا قلت اقول لكم عليها برضو، من باب ان برضو انتوا تستفيدوا من الحاجات دي. طبعا انتوا سالتوني على روتين شعر بوسي، فهي بوسي حابه انها تقول لكم على روتين الشعر بتاعها وايه اللي فرق معاها. وفعلا هو شعرها ما كانش كده، في حاجات فرقت معاها في شعرها هتقول لكم عليها، لان هي متبعه كده روتين بقالها شهرين برضو 3. فالحمد لله الحمد لله قلل التقصف والسقوط وكده، هتبقى تحكي لكم عليه. وبالنسبه بقى لتجربتي انا مع الشعر، زي ما انتوا قلتولي قولي لنا على العلاج اللي الدكتور كتبهولك، فانا بس بقالي اسبوعين. فلما مثلا اجرب كمان اسبوع هقول لكم. هو العلاج مبدئيا حلو جدا جدا، وخلى تساقط الشعر قل، وده كان اهم حاجة عندي ان التساقط يقل. فهو بصراحة خلى التساقط يقل، وفعلا العلاج يعني بدأ ان هو يجيب نتيجة. انا بقى خلصت كده الحاجات اللي انا بستخدمها الصبح، ما هي كده كده عندي، فخلاص ما دام عندي قلت ان انا ايه استخدمها. شطبت المطبخ كده زي ما انتوا شايفين. طبعا اهم حاجة يكون رايق، لان المطبخ ده عدوي يعني. ابتدي بيه، انا ممكن بعد كده اروق الشقة عادي، بس المهم المطبخ يبقى زي الفل. هنا طبعا لما انا كنت مع اصحابي، بوسي عملت تقريبا يعني كانوا بيعملوا كاكاو ونسكافيه اي حاجة، واللبن فار. وطبعا عملوا تاني واللبن فار. فطبعا مطرح ما ولعوا عين البوتاجاز دي زي ما انتوا شايفين كده، البوتاجاز اتحرق والله. طب يا بوسي ليه اول ما فار اللبن ما مسحتيش؟ ما هو ما خدتش بالي. فهتقولي ايه اهو يعني، ما تقدريش تقولي حاجه يعني ما خدتش بالي، يعني جل لبن لا يسخن. فخلاص بقى سكت وقلت لها خلاص، بس كده صعب جدا. فقلت هبدا كده بالسترس ان انا احط على البوتاجاز يعني، واسيبه لغايه ما انزل السوق وارجع يكون تفاعل مع البوتاجاز. وان شاء الله لما اجي انضفه يبقى سهل عليا. لما دايما البوتاجاز عندك يكون فيه كده دهون صعبه قوي او اتحرق منك غصب عنك، سيبيه فتره. انا من النوع اللي انا ايه مستعجله، اللي هو ما بظبطش على حاجه. لو الحاجه قدامي انا رشيت كده فيش دقيقه واروح عاملاه، فطبعا بيتعبني جدا. فتكوني مثلا نازله رايحه في حته، والله رايحه تروقي اوضه نوم، اوضه الليفنج، تسيبيه يعني ما تبقيش قدامه. لو انت زي كده ايه بتحبي تخلصي الحاجه بسرعه وما بتصبروش عليها، نزلت كده زي الشاطرين، رحت السوق وجيت على طول كده. طبعا الشقه انا كنت مروقاها من بالليل، لان احنا تقريبا يعني بنطبق اليومين دول عشان عندنا امتحانات. طبعا بقى بهني السنه رابعه وخمسه وسته اللي خلصوا امتحانات كده، تقريبا رابعه وخمسه تقريبا ستة برضو او اولى اعدادي، انا مش عارفه بالظبط. الحمد لله الناس فرحانه جدا جدا، لان المناهج بتاعه رابعه وخمسه صعبه جدا جدا. فان شاء الله النتيجه كده تظهر على خير وينجحوا باعلى الدرجات ونهنيهم ان شاء الله باذن الله. انا رحت بقى كنت عندي كده كام مشوار. كنت بسال برضو الحضانه بتاعت اخبار ايه وكده، ما لقيتش صاحبه الحضانه. انا عايزه اكلم صاحبه الحضانه يعني وافهم منها امتى يعني هيجي دورها وكده، فما لقيتهاش. فرحت بقى رايحه كده جايبه
السوق كنت عايزه خوخ، فالخوخ لقيته ب22 جنيه ونص، انا كنت جايباه ب18 ولا ب17، ما علينا مش مشكله يعني، جت على الخوخ، ما كل حاجه بتغلى يعني. ورحت جبت التموين، انا احمد عامل تموين لفرد واحد يعني، جيت اضيف الولاد كذا مره، احاول اضيف الولاد وهو يحاول يضيف الولاد. طبعا ما ينفعش، او بيقول المواليد لسه ما نزلتش، مع ان مهاب يعني ما شاء الله عنده 17 سنه، بس ما اعرفش ما نزلش برضه، بس قلت ايه اهو اي حاجه تسد برضه اهو الحمد لله. على فكره كذا مره برضه الشهر اللي فات جاء اجازه العيد وكده، ورحت بعد العيد قال لي لا انت جيتي متاخره، بعد يوم 25 ما بيصرفش التموين. ليه يا عم؟ ده لسه الشهر فاضل عليه اسبوع تقريبا او كده. قال لي لا ما فيش، من يوم 20 تقريبا او 25 ما بصرفش تموين. يلا قلت مش مشكلة الحمد لله. فجبت التموين عبارة عن ازازة زيت طبعا وكيس سكر، ودفعت 10 جنيه وخدت صابونة. والله خدت صابونة ب10 جنيه. هو برضو مكتب التموين بياخد فلوس وكده، المهم انا خدت ايه صابونة ودفعت 10 جنيه يا جماعة. جبت برضو لحمة، لان الراجل اللي انا بجيب عنده لحمة عندي في الفلكي، بحب اجيب من جزارة نوح دي بقى في اول كده الفلكي قبل 16 الملك. الناس اللي ساكنه في الفلكي بيبقى بعيد عني جدا، انا ساكنه من جوه، فمش يا بنت بقى مادام رايحه عنده بالمره هاتي ايه كذا حاجه يعني. جبت لحمه مفرومه وجبت صدق وجبت لحمه قطع يعني للخضار. عايزه اقول لكم الحاجات دي، وجبت طماطم، وجبت بقى التموين، وجبت بقى بيبسي دايت، لازم بحب اخلي بيبسي دايت عندي اهو كده يعني، تبقى موجوده وخلاص غتاتة. فعارفين صرفه بتاع 1000 جنيه، ال1000 جنيه دي الوقت قريب ماشي الواحد يعني شهر بكامل يعني. افتكر وقت قريب كده كان الواحد بياخد مصروف بيت 1000 جنيه يعني، مش من سنين معدة لأ. دلوقتي ال1000 جنيه بتصرفيها في اليوم. طبعا مش هعمل الأكل ده كله في يوم، بس قصدي ان الحاجة بقت غالية جدا. الناس اللي بتقولي انتي بتقولي الحاجة غالية، امال احنا نعمل ايه؟ طب ما انا برضو بالنسبة لي انا زيكم الحاجة غالية، ولما يجي عليا وقت برضو الظروف تبقى مش مظبوطة، بدل ما كنت بجيب حاجات مثلا في حاجات استغنيت عنها، وبدل ما كنت بجيب عبوات كبيرة من الحاجات اللي انا بستخدمها يوميا في البيت زي الكلوركس، بدأت اجيب عبوات صغيرة. ما الغلا ده عليا وعليكي، مش عليكي لوحدك. ولو بيا الحال مثلا زي المنظفات، هستغنى عن البند ده واجيب بالكيلو بالنص كيلو، هجيب منظفات السايلة اكيد يعني. هتصرف، اهم حاجة بركة ربنا، احنا ماشيين كلنا ببركة ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي اللي معاه 100 جنيه عايش، واللي معاه 1000 جنيه عايش، كلها بركة ربنا. الواحد بس بيقول يا رب، وبص ما بيحسبهاش، والدنيا بتعدي. يعني الظروف بتعدي، بس بقول يعني الواحد عموما في المجمل العام ان الدنيا غلت يعني. اكيد طبعا الغني والطبقه المتوسطه الحال، او الطبقه الغنيه والطبقه الفقيره، كله اتاثر، مش الطبقه الفقيره بس او الطبقه المتوسطه الحال بس. احنا بس بنقول ربنا يغنينا من فضله سبحانه وتعالى، والدنيا بتمشي والله. ربنا مش بيسيب حد ابدا، بيقول يا رب. فالحمد لله رب العالمين. فانا بشتكي يعني، انا بقول الحمد لله يعني، ربنا مقدرني اجيب، فغيري مش قادر ببقى زعلانه يعني. عارفين اللي هو مش بشتكي ان انا اعمل ايه واسوي ايه، لا، لان انا الحمد لله بقدر اعيش على الحلوه والمره. اهم حاجه بركه ربنا، وتبقى عندك ثقه في الله ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك ابدا، وان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك دايما بالخير وبالاحسن. الحمد لله رب العالمين. طبعا شفت البوتاجاز قبل وبعد، استاهل بقى لايك على البوتاجاز اللي بقى زي الفل ده، زي ما انتم شايفين كده. السترس حلو جدا جدا، لو انتم مستعجلين زي كده يلا شويه سترس كده وسيبيه 10 دقايق ربع ساعه، والدنيا تبقى تمام التمام. انا لما كنت في كارفور كنت جبت طبعا زي ما انتم شايفين باميه وبسله وملوخيه، فكان نفسي جدا في الملوخيه، وبوسي نفسها في الباميه، فقلت هعمل ملوخيه وباميه. ياما قوي الصراحه علينا يعني. ومهام ما بيحبش الخضار عموما يعني، عارفين اللي هو مفيش بطاطس يعني، صينيه البطاطس لا ما ياكلش اي خضار. فيا ابني احنا بقالنا كتير قوي ما كلناش خضار ورز كده وبتاع. قال لي يا ماما لا مش عايز، اعملوا اللي تعملوه. هو بقى ايه، اللحمه بنشيلها له من الخضار، وما بيحبهاش مسلوقه يعني، بيحبها في الخضار بس انشلها من الخضار وافصصها كده على الرز وخلاص. هو ده اكله، ما ياكلش خضار خالص خالص. فقلت هعمل ملوخيه واعمل باميه، لا خلاص اعمل باميه
وابقى اعمل الملوخيه بقى ايه يوم تاني، عشان طبعا هيبقى اكل كتير، ده هنقعد ناكل فيه 4 5 ايام، وعارفين اللي هو ايه بعد كده هيقولوا لي مش عايزين تعملوا لنا خضار تاني. فالمهم انا نزلت بحته زبده كده زي ما انتم شايفين، وعليها بصله مبشوره، وعملت اللحمه بقى ما سلقتهاش، لان اللحمه لما بسلقها بحس ان حطيتها في الخضار ملهاش طعم، عارفين اللي هو خلاص بقى نزلت كل البهاريس وكل الحاجات في الشوربه. فقلت لا بقى انا عايزه اعمل لهم كده ايه، يعني لوجي والماما وليا خضار كده ايه طعمه حلو، يعني تبقى الحاجه طعمها حلو بقالنا مده. فرحت انا مشوحه كده اللحمه بالبصله، وبعد كده بقى ضربت الطماطم في الخلاط ونزلت بيها على البصله المتشوحه واللحمه المتشوحه مع البصله كده، وحطيت كمان على اللحمه والبصله شويه فلفل اسمر بيدي ريحه حلوه جدا جدا. وطبعا صفيت الطماطم وهسيبها بقى تتسبك براحتها خالص على نار هاديه عشان اللحمه بتاعتي تستوي. وكمان انا هعمل باميه، فالباميه طبعا كده كده عايزه اقول لكم مفرزه، فمش هتستحمل يعني مع التلج والكلام ده كله، فمش هتستحمل معايا وتبقى ايه تستوي بسرعه جدا جدا. فالشقه زي الفل بره، فانا بحب ادخل المطبخ مش اطلع ما اطلعش منه، يعني ما اسيبش مثلا الاكل على النار واروح اروق يعني حاجه تانية، لا ممكن اعمل عصير، يبقى حاجات مرتبطه بالمطبخ، ان انا مثلا ممكن اروق ضرفه، اغسل مواعين كده. وغالبا طبعا بغسل المواعين اللي طلعت من الاكل مطرح بقى ما قشرت حاجه، قلبت حاجه بمعلقه كده، وبخلي المطبخ على طول اول باول نضيف، يعني تبقى مواعين الغدا بس. فرحت قلت اعملهم كده على السريع والدنيا تبقى زي الفل. عايزه اقول لكم لما مهاب جه من الدرس يوم ما انا كنت منضفه له الاوضه بقى وشايله العصافير، فبوسي الفتانه اول ما دخل يا مهاب وتخيل كده ماما عملت لك ايه في الاوضه، تخيل كده ايه لسه كان بيقلع الشوز، يعني عارفين اللي هو بيفك الرباط، راح بصوا سايب الرباط وسايب الشوز ودخل لي بالشوز جري، خاف اما ماما رمت العصافير، ماما طلعت العصافير في البلكونه واجري يا ابني اقلع الشوز يا ابني يا ابني الله يرضيك يا ابني انا لسه منضفه، طلع يجري يبص على العصافير. انا قلت له ده انت بتحب العصافير اكتر مني. ايه ده، بص لقى الاوضه يعني لفت نظره برضو الاوضه مترتبه وحاجته في الادراج والدنيا تمام التمام، والعصافير موجودة، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب العصافير موجودة الحمد لله. وراح داخل بقى ايه احنا عاملين له بياضة كده، كان احمد قبل ما يسافر عامل له بياضه جنب سمكه العصافير، راح فاتحها يطمن على العصفوره لانها بيضه بيضه كده، ويطمن عليها قاعده وتم التمام مفيش حاجه وقعت، البيض ما اتكسرش، يا خراشي يا خراشي. قعد يدور كده ويشوف كله تمام. بعد كده يعني اللي استوقفوا في الاوضه دي كلها بعد ما انا عملت فيها مجهود وخليتها زي الفل، ماما انت ليه نقلتي السبت كان على اول الكنبه، ليه بقى في اخر الكنبه؟ كنت عايزه اضربه في حاجه في ايدي، يا ابني ابعد عني يا ابني، ليه يا ماما حطوش في نفس مكانه؟ قلت له هو ده اللي استوقفك في الاوضه، هو ده اللي لفت نظرك في الاوضه، يا ابني امشي يا ابني يا ابني امشي من وشي. راح قايل لا يا ماما والله الاوضه تسلم ايدي، بس بالله عليك يا ماما تنقلي العصافير لا يبقوا متضايقين ولا حاجه. طبعا ما بيعرفوش يعبروا، يعني بيقول لي ده حيوان اخرس ما بيعرفش يعبر، يا ابني والله انا عارفه، انا نقلت ما خدتش في بالي، انا نقلتهم ما اعرفش هما كانوا في اول الكنبه ولا في اخر الكنبه، وانا عملت الكنبه دي عشان تبقى يعني عايزه اقول لكم البيت بتاعهم ولا ايه. قلت بقى ايام امتحانات مش عايزه ازعله، رحت سكت وخلاص. وقال لي بقى تسلم ايدك على الاوضه والله جميله يا ماما، بس بالله عليكي لو تنضفي ما تشيلهمش من مكانهم. قلت له حاضر سمعا وطاعا يا ابني، حاضر حاضر يا ابني، مش هكسر لك كلمه. بس بقى زي ما انتم شايفين كده طبعا اديت الحوض تنظيفه معتبره كده زي ما انتم شايفين بقى بيلمع وزي الفل، وانا كده ايه طبعا نفسيا مرتاحه على الاخر، كل حاجه تمام وكل حاجه مظبوطه. قلت اعمل لهم بقى شويه رز جنب الباميه دي علشان بوسي رز هي ولوجو، كمان عشان مهاب طبعا هياكل رز كده ولحمه، فقلت اعمل لهم رز يعني. فطبعا هنا كانت التسبيكه خلاص اتسبكت كده، وهمرقها بقى بشويه ميه، هحط طبعا حته تومه كده. يا سلام بقى جبت التوم بقى من عند جارتي، التوم بتاع جيجي كنز في البيت والله، نفعني جدا جدا، طبعا بشكرها على التوم الجميل ده بجد، يعني خلى ريحة البامية تحفة. بصوا بقى وجبت هنا بقى البامية اللي هي جرافيكس، في واحدة بتقول لي في كومنتات امبارح جرافيكس مش عارفة يعني شدي على الجيم حاجة زي كده كسري الجيم، هي دي متدقوش بقى عليا يا جماعه، ما تدقوش، انتوا عارفين انا قصدي اقول ايه، يعني انتوا عارفين اللي في ايه في قلبي على لساني على طول، يعني مش عايزه عليكم حاجه. فعايزه اقول لكم النوع ده حلو جدا جدا، والباميه بصراحه الباميايه قد الباميايه، الواحده قد الواحده، هتشوفوها دلوقتي لما اغرفها معاكم. وعملت كده شويه رز ابيض كانوا عايزينكم بجد تحفه، بقالي كتير قوي ما عملتش رز ابيض، عايزين كانوا دايما رز بشعريه، فبوسه قالت لي اشمعنى بتسمعي كلام
مهاب كل مره وتعملي رز بشعريه، انا عايزه رز ابيض. طيب ماشي، كنت هعمل رز ابيض ورز بشعريه. الحمد لله ربنا هدى مهاب وقال لي خلاص اما اعملي رز ابيض مفيش مشكله، انا كده كده مش بحب الخضار يا ابني. خلاص ضميري انبني كل شويه تقولي ما بحبش الخضار ما بحبش الخضار، مش فارق معايا، عايز يقول لي يعني اللي انت بتعمليه ده. طيب خلاص احنا ناكل الرز الابيض. فانتوا بقى بتقعدوا تلوموني ما بتعمليش اكل العيال عايزه تتغذى، انت كسلانه، هم اللي مش مشجعيني والله، لكن انا اكلي والله مش شكرانيه في نفسي، انا اكلي حلو جدا يعني، انا عن نفسي بحب اكلي جدا، ده هم اللي حارميني ان انا اعمل اكل. فينك يا احمد؟ هو كان بيشجعني اعمل اكل، فينك كنت بتشجعني؟ كان كله بيقعد ساكت عارفين. ماما كانت برضه بياكل رز مختار، بس كنت برضه بعمل اكل دايما غير دلوقتي. قلت ادلعهم وجبت الطاجن القمر ده اللي كانت حبيبه قلبي نوجه جايبهولي. قلت احط لهم بقى طاجن وبريم وحاجات كده حركات ادلعهم بقى. عايزه اقول لكم الباميه طلعت طعمها تحفه بجد يعني. بصي بتقول لي يا ماما يا بقالي كتير قوي ما اكلتش باميه بالطعم الحلو ده، فالحمد لله يعني الاكل طلع حلو جدا جدا. اي نعم اكل بسيطه وخضار بسيط، بس عارفه لما بتعملي الحاجه بحب الاكل بيطلع حلو كده، زي ما بيقولوا الاكل بيبقى فيه نفس يعني. عرفت بقى النفس ده بيبقى جاي منين؟ ان المطبخ بتاعك بيبقى رايق، الاكل اللي عاملاه بالراحه كده، وبصي مش مستعجله على الحاجه، الاكل بيطلع زي الفل وطعمه بجد حلو قوي قوي. عملت جنب الاكل طماطم مخلله لان احنا مش بنحب البتنجان المخلل، فحطيت عليها الطماطم دي كمون وليمون وزيت زيتون، بصوا كله كده تون 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 و... وملح وفلفل اسمر، كان طعمها حلو جدا. كنت عاملاها اول يعني ما ابتديت في الرز عشان تشرب من التتبيله بتاعتها. بصوا بقى طاجن الباميه كان طعمه واو بجد. النهارده حبيت اشارككم كده يومي، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون اليوم بتاعي عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو مستنياكم تحت اهم حاجه في الكومنتات تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو عموما. متنسونيش بقى بلايك وشير، كومنت حلو منكم بتساعدوني جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.